مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ما زالت ماما فرنسا عاجزة عن استيعاب وفهم أن المغرب ما بقاش داك المغرب القديم اللي كتعرف. كما كيرفض العقل الباطن ديالها أن يعي أن المملكة المغربية ما بقاتش مستعمرة قديمة تابعة لها كتأتمر بأوامر فرنسا وبالمقيم العام الجديد ديالها إيمانويل ماكرون، وتسهر على تنفيذ كاع الرغبات ديالو وتلبية الأهواء والنزوات اللي كيحلم بها. فمؤخرا ولات فرنسا اللي فقدت الكثير من القوة ديالها والعظمة ديالها كيزعجها المغرب، هذا المغرب الذي شب عن الطوق وفهم أن من حقه أنه يفتح آفاق جديدة وينوع الشركاء ديالو الاقتصاديين والعسكريين وحتى الاستراتيجيين، وأنه ما يبقاش غالق على راسه مع منطقة معينة وحدة، ولكن ينفتح ويفتح التعاون مع دول أخرى، وذلك على حساب ما كتطلبوا المصلحة ديالو. هاد فرنسا ولات حاقدة على المغرب بحال ديك الشيبانية اللي ما كتساليش من نقير، واللي خلاها رفيق العمر ديالها اللي يزال في ريعان الشباب ديالو باش يكتشف آفاق أخرى أكثر تحررا من التعقاد ديال الماضي، ومازال كيحس على أنه فيه الشباب والحيوية والنشاط. فمؤخرا كيف كتشوفوا الحماق ديال فرنسا زاد على الحد ديالو، هي كتشوف أن المغرب كيتألق خارج الحدود اللي كانت مرسومة ليه من قبل، بل أن جدتها الفقصة لأنه نجح في التخلص من السيطرة ديالها والتحكم ديالها، خصوصا بعد أن بدأ المغرب كيطالبها بموقف واضح ولا لبس فيه من قضية الوطنية ديالو اللي هي قضية الصحراء المغربية. لكن النظام الفرنسي الأخير خصوصا مع هذا الرئيس باقي كيتماطل وكيتهرب، بل أنه وصل حتى للطنز على المغرب، رغم أنه فرنسا إلا زدنا عليها حتى إسبانيا المستعمر السابق لهذه المنطقة أنها أعرف الدول بأن الصحراء راها مغربية، بحكم أنها استعمرت المملكة عقود طويلة وكتعرف مزيان الروابط اللي كتربط ما بين السلاطين العلوية وهاد المنطقة العزيزة على المغرب. لكنها فضلت بلاص ما دير موقف واضح، فضلت أنها تبقى تلعب على الحبلين ما بين المغرب ودولة الكابرانات، وذلك من أجل أنها لا تفقد المصالح ديالها الحيوية مع الدولة الهكاوية، وهي اللعبة اللي ما بقاتش بلادنا راغبة فيها، لأن المغرب ما بقاش عاجبه التعامل أنه يتعامل مع هذا الشيء بعين الميكا، وقرر القطع نهائيا مع التصرفات، حيث وصل في مرحلة الحسم في العلاقات ديالو مع الشركاء والأصدقاء المفترضين، خاصة بعد الخطاب الشهير ديال الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب ديال 2022 اللي قال فيه على أن قضية الصحراء المغربية هي النظارة اللي كيشوف بها المغرب علاقاته مع الخارج والأصدقاء والشركاء المحتملين اللي بغى يتعامل مع المغرب، خص يكون عنده موقف واضح من مغربية الصحراء. ففرنسا لقات مؤخرا كارثة ديال الزلزال فرصة أنها تاخذها باش تركب عليها باش تهدأ التوتر القائم بينها وبين المغرب، ماشي من أجل عيون المغرب ولا بقوا فيها دوك الضحايا، ولكنها طبعا لأنها كتسعى إلى المال وكتحب الاستغلال، وما كرهاتش كيف يقولوا المغاربة يكون صبعها تماك في جميع الصفقات الممكنة التي لها ارتباط بهذه الفاجعة، خصوصا عرض المساعدات والمشاريع اللي من بعد في إعادة الإعمار، واللي كانت المغرب حاسمة في أنها رفضت المساعدات الفرنسية، مكتفية بقبول مساعدات ديال 4 دول فقط. لكن ماما فرنسا ما تقبلتش أن المغرب يكون سيد قراراته، فحرشت عليه وسائل الإعلام ديالها، أبواق الإعلامية، لبدل أنها تتعامل مع الكارثة بمنطق إنساني، هذه الكارثة اللي دمرت البيوت وأزهقت الأرواح، بلاص ما تتعامل معها بمهنية وروح إنسانية، فقامت بحملة بائسة استهدفت خصوصا شخص الملك، وتحركت وفق واحد المنطق ديال مالك مزغب، خلافا لباقي الدول العالم اللي عبرت عن مساندة صادقة ودعم حقيقي للمغرب
في هذه الفاجعة، رغم أن عدد كبير من الدول تقريبا شي 50 ولا أكثر اللي عرضت المساعدات، ولكن المغرب ما قبلتهاش، ولكن هي تقبلت القرار ديال المملكة المغربية، قرار السيادي. لكن الحمق والهبل وصل بالرئيس الفرنسي مادام لقى الخطوط مقطوعة مع السلطات ديال المغرب، قال لك سيدي اجي نتوجه للشعب نيشان، وهذه القضيه راه عمرت حتى شي واحد ما دارها، كيتعتبر خطا بروتوكولي صارخ وغير مقبول وسابقه يعني اللي عمرها ما كانت. كيفاش رئيس دوله اجنبيه كيتوجه بالكلام لشعب دوله اخرى؟ ويبدو ان الهدف من هذاك الخطاب اللي كان دارو الرئيس الفرنسي هو إثارة الفتنة بين الشعب المغربي والدولة ديالو. لكن هذا الشعب لقنوا درس عظيم في اللحمة والتضامن، وكانت أغلبية ردود الفعل كانت حاسمة ورافضة الخطوة اللي قام بها الرئيس الفرنسي. لقد نسات فرنسا لنكارة الخير على أن المغاربة ضحوا بالدماء ديالهم من أجل التقدم ديالها، وأن ازدهار ديال هذه الدولة كان بفضل خيرات المملكة ودول أخرى إفريقية اللي نهباتها. فالمغرب حافظ ديما على علاقات طيبة معها رغم التوترات اللي كانت كتكون مرة هكا مع الرؤساء من حين لآخر على حسب توجهات السياسية ديال هاد الرؤساء. وكان ديما المغرب عاطيها أولوية في الصفقات الكبرى اللي لهفات منها الملايير أوروات تقريبا في اغلب المشاريع الكبرى، كان اخرها ولا على الراس ديالها مشروع تي جي في. لكن هاد السياسه الفرنسيه اصرت على النظره ديالها الاستعلائيه تجاه المغرب، واستكثرت عليه على انه ينوع شركاء ديالو، على انه تكون عنده حتى هو كلمه على الصعيد الافريقي والدولي، واستكثرت عليه انه يرتقي ويزيد يتقدم. دارت ليه العصافر الرويضه، استغلت قضيه الصحراء من أجل أن تبتز ملكا وشعبا. ولكن المغرب ديال اليوم راه ماشي هو مغرب الأمس. فرنسا ما فهماتش وما استوعباتش التغييرات اللي عرفها المحيط الإقليمي والدولي، وما فهماتش مضمون الخطابات الرسمية المغربية اللي شدد فيها الملك محمد السادس على ضرورة مغادرة المنطقة الرمادية باش يديروا المغاربة شراكات اقتصادية مع هذه الدول، يعني يكون موقف واضح من القضايا اللي كتهم المغرب، خصوصا قضية الصحراء. بغيتوا تتعاملوا مع المغرب فخص يكون عندكم موقف واضح من قضية الصحراء، لأن هذه القضية هي النظارة اللي كيشوف بها المغرب إلى العالم، وهي المعيار الواضح والبسيط اللي كيقيس به، كيف قال الملك محمد السادس، صدق الصداقات ونجاعة الشركات. فالدولة العميقة اللي كتحكم مؤسسات فرنسا حاليا عليها أن تدرك جيدا أن زمن الابتزاز والاستعلاء راه فات، ما بقاش إلى غير رجعة، وأن المغرب اللي هو الدولة الأمة دشنات مرحلة جديدة مبنية على الاحترام المتبادل والوضوح والثقة والتعاون والمساواة، وذلك من أجل المصلحة المشتركة وليست الهيمنة. ولقد ولى عهد الاستغلال وعهد الإملاءات وعهد الحصار المالي. المغرب أصبح مغربا آخر، وليس دول تتوسل زيارة فرنسا وتطمع في تكرم فرنسا عليها. المغرب دولة أمة وليست دولة تابعة.